شايفه تليفوني ده يا رحاب؟ اها. انا الحمد لله اللي نزلت فيه كل التطبيقات اللي بتخص المعاملات المصرفيه والبنكيه. لقيتني كيف؟ انا يا شلاقة، انا ماشي السوق دايره لي توب ب50. انا من قبل الحرب دي ما تنتهي ما اشتريت لي توب. يا سلام، كلامك سمح. وانا ما عندي مشكله في الخمسين، انا مشكلتي في المعاملات المصرفيه لازم تكون عبر التطبيقات البنكيه. اوكي؟ بعد ده بس الحمد لله. يا بلبل، شلاقة، عارفك داير لك عيش ب5,000 وانا زول ما عنده كاش، ما عندي معه نقاش. يلا امشي. يا بلبل، بلبل. ناس ما عندها ذوق، ما بتعرف قيمة المعاملات البنكية. عليك. اسمع كلامي يا فلفسة. فلسفة يا بلبل، فلسفة يا مسلم فلسفة. يا فلسفة. صاحبك شلاقة اللي يا مادي اقول لك داير لي 5,000 يقول لي بنكك، اقول له داير لي 2000 يقول لي او كاش يا ماي كاشي، اقول له داير لي 1000 جنيه يقول لي فوري. خلي بالك بيكون شغالوا في البنك المركزي. الزول الوسيم في طبع دائما هادي. السلام عليكم يا بتاع الدكان. عليكم السلام ورحمة. ان شاء الله طيب. الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. عافية. يعني داير لي سكر وبصل وزيت. موجودات. يا سلام عليك. بس عندي مشكلة صغيرة كده. شغلته كلها بالتليفون، تحويلات بنكية مصرفية. لا يا ابن العم، انا شغل التليفونات وماي كاشي وماي بنكك ده ما عندي. انا بس شغلي كله ماي كاش بس. لا عندي اوكاشي. لا مو حقت جندي. اها. ماي كاش حقتنا. برجع دين معاين لهن عين الليل. هاي تويتدين جايبين الجري في البلد دي، ما شاء الله دكان قدر الضربة. لا عندك مايكاشي ولا بنكك ولا فوري ولا الحبوب. تجد ان شاء الله بضاعة تجد يا برويس. مرحب حبابك، الله يخليك. ان شاء الله طيبة. الحمد لله، تفضل. والله الواحد جاي مسخن وداير يقول لك ادي ايس كريم ب 500 ولا ب 1000، لكن المشكلة في الكاش وعارف ما عندك مايكاش. دقيقة قال لك منو ما عندي تطبيقات البنكية؟ يا سلام، يعني انت يا سجاد لو شلت منك ايس كريم ممكن احول لك القيمة بتاعتك بالتطبيق؟ طبعا. يا سلام، عشان الايس كريم دي سعرها بسيط، انا اقول لك كلام، اديني 10 ايس كريمات. تمام حاضر. يا الحاجة دي لقيتها كيف التزولة بسيطة بتاعت ايس كريم. كيف يا أخي؟ المعاملات البنكية بتحفظ نفسك ومالك من الحرامية. ضحكة ونص وجعة، الاسم جه من فرحتنا في بلدنا رغم وجعتنا. حاولنا نطرح قضايانا بشكل مختلف، قلنا في كل مرة نتناول قضية، في كل حلقة يكون في ضحكة لكن نص وجعة. محتوانا بسيط، إنتاجنا كان إنتاج شخصي، تعبنا وكترنا شقينا عشان نحاول نقدم شي بسيط في رمضان ونحن من داخل كرري أرض الصمود، أرض الانتصارات، فرقة ليالي الكوميديا، ضحكة في الزمن الصعب.